وفعلا جه المعلم الخاص واسمها روكسي، والتلاتة اتفاجئوا انها بنت صغيرة. رودي كان متوقع يشوف راجل كبير بلحية بيضاء، بس دي قصيرة ولطيفة. وروكسي قالت بيحصل كتير ان الاهل يفتكروا ولادهم موهوب وهو مش فاهم حاجة، بس الام اصرت ابني موهوب. وروكسي قررت تختبره وشرحت له ان السحر 3 انواع: سحر قتال، سحر شفاء، سحر استدعاء، وفي 7 مستويات: مبتدئ، متوسط، متقدم، قديس، ملك وامبراطور واله. وعشان تعمل سحر لازم يكون عندك طاقة. وعملت تعويذة وقعت بيها شجرة، ورودي قال لها دي الشجرة المفضلة لأمي، فقامت عملت سحر شفاء ورجعتها تاني. فانبهر وقال لها واو، فاتكسفت من المدح. وهو كمان بدأ يقول ترنيمة بس اتشتت وضربها بالغلط، واتصدمت انها اتضربت بنص ترنيمة. وقال لها انا اصلا مش بنطق الترانيم، فقالت له تعليمك يستحق التعب. بس المشكلة الام شافت الشجرة وقعت وافتكرت روكسي اللي وقعتها، فقالت لها هتدمري البيت. فروكسي اتكسفت جدا وحست انها فشلت. فرودي حاول يطمنها انا اسف، دي غلطتي انا، وده ما يعتبرش فشل، ده اسمه اكتساب خبرة يا معلمتي. وبعدها دخلوا كلهم عشان ياكلوا، وباول قال يلا نبدأ حفل الترحيب لروكسي، وكانوا كلهم مبسوطين. ورودي قال حاسس اني في حلم، عربية خبطتني ورجعت للحياة في عالم تاني، ومش فارق معايا حتى لو ده حلم، يمكن احقق انجاز هنا واعيش حياة طبيعية واشتغل باجتهاد واعوض فشلي القديم. انا كنت انسان انطوائي عاطل وحسالة، لكن دلوقتي اقدر ابدأ من جديد واعيش حياتي بجد. وبتخلص الحلقة الاولى، اشوفكم في فيديو قادم، سلام.